طيب ايه رأيك نروح لزكية ونشوف سؤال عند ماشي. زكية النهاردة؟ مساء الفل يا سيادة المستشار، منور. اهلا بيك يا زكية. وبجد موضوع المخدرات مبسوطة إننا بنتكلم فيه باستفاضة لتاني حلقة نظراً لخطورته. وسؤالي النهاردة، لو شخص اتقبض عليه في كمين وتم العثور على مخدرات في العربية، هل كل الموجودين في العربية بيتهموا ولا المسؤولية بتكون على شخص معين؟ سؤال زكية عامل زي سؤال حضرتك كده، ليه محاور كتير. بس في اتجاه السيارات بقى. هو الأصل أن المسؤولية الجنائية شخصية، يعني ما ينفعش أنا أرتكب جريمة وحضرتك تعاقبي مكاني. من يرتكب الجريمة هو من يوقع عليه العقاب. طبعا. فهذه المسألة لها محورين: الناس المتواجدين في السيارة أو الأشخاص المتواجدين بسيارة بها مواد مخدرة. هناك يا سيدتي إما يكون هذه المواد المخدرة وجدت مع شخص بذاته، حد معين من الناس دي نفسه، وجدت بقى في حقيبته الشخصية، في جيبه، وجدت معه بذاته، فتكون المسؤولية الجنائية تقع على عاتقه هو دون الآخرين. أما إذا، وعلى الجانب الآخر، إذا كانت هذه المواد المخدرة موجودة في مكان مشترك فيما بينهم جميعا. مكان مشترك يعني إيه؟ موجودة في طابلوه السيارة، موجودة في شنطة العربية، موجودة تحت الكرسي اللي جنب السواق. فإذا توافرت هذه المسألة فأمر الاشتراك في هذه المسألة يكون محتمل. لكن قررت محكمة النقض والمحاكم في غير حكم أنه لا يجوز إدانة شخص في جريمة إحراز مواد مخدرة لمجرد تواجده في المكان. يعني مش مجرد أن أنا موجود في العربية يبقى أنا أبقى متهم أو أبقى مدان في الجريمة. صحيح. فلزاما في هذه المسألة أن تتحقق النيابة العامة من ركن العلم والسيطرة المادية والحيازة لكي نستطيع أن نقول أنهما متهمون بالاشتراك أو لا. هذه المسألة هناك من الأمور ما يتأتى منها هذه المسألة وعنصر الاشتراك، زي إن هم واحد سايق والتاني بيوزع وحد تالت بيبيع مثلا. دول عصابة بقى. ما هو اشتراك بقى، الأدوار. اشتراك او بيتقاسموا فيما بينهم الارباح او ما الى ذلك من الامور التي يعني ممكن تؤدي الى مبدأ الاشتراك في ارتكاب هذه الجريمه. فهذا السؤال على المحورين: إذا كان المواد المخدرة ضبطت مع شخص بذاته فتقع المسؤولية الجنائية عليه، أما إذا كان ضبطت في مكان مشترك فيما بينهم داخل السيارة فيجوز أن يكونوا مشتركين في هذه الجريمة، ويجوز أن يكون غير مشتركين، وهذا يتأتى من ظروف الدعوة وطبقا للأمور الواردة في التحقيقات وظروف الدعوة ظروف الواقع نفسه. في عجالة